نوع غريب من الناس بيقابلونا على الفيسبوك يستحقوا الدراسة من دكاترة علم النفس والاجتماع. النوع اللي دايما بتسمي نفسها بأسماء عجيبة زي أميرة بحيائي، ملكة بأخلاقي، هي جميلة بعفافي، فلة بأشيائي، أو سعيدة بطلائي. تحس إن الاسم مش مجرد اسم، دي رسالة مشفرة للعالم. أنا موجودة بس مش هتكلم. أنا هسيب اسمي يحكي عني، يحكي عن طفولتي، عن ألمي، عن طلائي ومقاس الشبشب اللي كنت بلبسه زمان. الغريب إن النوع ده نادرا ما بتلاقيها بتكتب أي رأي في أي موضوع، لا بوستات ولا كومنتات ولا مشاركة فعالة في نقاش حتى تافه. كل اللي بيعملوه هو لايك وشير، لايك على كل حاجة، من أول خبر الطفل اللي وقع في الحفرة لحد فيديو كيكة التلات بيضات اللي بتستوي من غير فرن. أما الشير فليه طابع درامي جدا، تكتب وتقول انشرها عشان نعرف مين قلبه لسه في خير، شيرها لو عندك ضمير، ولو ما شيرتش ما تسألنيش لما الدنيا تولع. هو ايه علاقة الضمير ببوست فيه وردة ومكتوب عليه صباح الخير؟ محدش فاهم. تحس ان الحساب مش بتاع بني ادمين اصلا. الحسابات دي اكيد واجهة لحاجة اكبر مننا كلنا، واجهة لنشاط غامض او لخلية سرية مثلا، أو يمكن شخص حقيقي فعلا بس فقد الشغف بالكلام وقال لنفسه أنا من النهاردة هعيش في الظل وهراقب من بعيد. ومنهم نوع مميز جدا اللي بتقول سعيدة في طلائي، وده اسم بيحمل نغمة انتقامية ناعمة كده، كأنها بتقول هو طلقني، طيب اتفرج بقى عليا دلوقتي وانا لابسة فستاني الأحمر والميك اب كده آخر صيحة، وباكل الايس كريم بالفستق ومبسوطة، ولا بعيط ولا بشد في شعري ولا هشتمك في الكومنتات رغم اني كنت ناوية يعني. النوع ده محتاج فعلا دراسة. هل هم بيدوروا على هوية ولا بيهربوا من واقع، ولا يمكن الاسم هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن أوجاعهم؟ في النهاية دي مش مجرد أسماء، دي مشاكل نفسية وصراعات داخلية مستخبية ورا كلمة عفافي وأشيائي وطلائي. وأنا بقولك لو شفت أميرة بحيائي عاملة شير لوصفة، وصفة محشي أو كيكة أو أي حاجة، افتح عينك كويس لأن في رسالة خفية ورا المحشي ده. حبايبي قولولي في التعليقات ايه اكتر نوع مريب وعجيب بيقابلكم على الفيسبوك، ولو عجبكم كلامي اعملولي لايك ومتابعة يا حلوين، عشان لسه في عندي انواع تانية كتير، وصدقوني اللي جايين اغرب من الخيال. سلام.